ابديها بعلي وبيا علي. عن الحكايه هاي اللي سمعتها حاليا صارت ترند بالتخرجات، ويا هو اللي يجيب مشاهدات اكثر، ويا هو اللي يسوي الحركه الافضل على مود الناس تكتب له بالتعاليق هي عاشت ايديكم هذا التخرج الحلو والمرتب، وما بيه محرمات ولا بيه رقص ولا بيه اغاني. وورا ما خلص التصوير طفي الكاميرا، وهنا ذبوا صور الإمام علي عليه السلام، وبدأ الدق والرقص والأغاني والمهزلة اللي جاي نشوفها يوميا بالتخرجات. بس وصلت مرحلة يستخدمون ذكر الإمام علي عليه السلام حتى يطمطمون أفعالهم، واللي جاي يسووه ما توقعناه أبدا. والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول علي أفضل أمتي. وأنتم إذا تحبون أهل البيت وتحبون الإمام علي تقدر تسوي حفلة تخرج بضريح الإمام علي. علي وبيا علي انهي الحكايه. وكلام اللي قلته موثوق، وانتم جاي تسوون الافعال هاي حتى ترضون الناس وتجيكم تعليقات حلوه، بس انتم بنفس الوقت راح تغضبون رب العالمين. ويلا يوميا نشوف شي جديد، وراح اراويكم التخرجات الحلوه والمرتبه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى